يا بنت اللعيبة، لبستنا العمة كلنا. القهوة بتاعتي من فضلك. يا دي هاي البنات اللي بتشتغل في ياسمينة، المحل اللي قصادي، هاي عاملين ايه؟ احنا اتضايقنا اوي لما عرفنا اللي حصل معاكي، وان عمو نبيل كمان طلبلك البوليس. انتي مستحيل تعملي حاجة زي كده. يا جماعة والله الموضوع كله كان مجرد سوء تفاهم واتحل، وعم نبيل دلوقتي خلاص بقى بيثق فيا جدا. يعني الموضوع في الاخر اتحول كله لمصلحتك. والله محظوظة. على العموم فرصة سعيدة قوي ان انا اتعرفت عليكم، مش عارفة ازاي ما اتكلمناش سوا قبل لازم كده. بعد كده تبقي معانا على طول، صح يا سالي؟ لازم نخرج مع بعض بعد كده. يا ريت، ده انا اصلا حبيتكوا قوي وكمان ما عنديش صحاب، فتمام ميرسي. اتفقنا طبعا. مش قلتلك يا بنتي تسيبي فلوس المورد قبل ما تأجزي؟ ما خدتيش ايه ده الدرج مهوي؟ نعم، ده انا هطلع. ممكن يكون الجماعة في البيت. خلاص انا هشوفه. يا ترى بقى الهانم عارفة ان الفلوس اللي خدتها دي بتاعت بضاعة هنستوردها مش ايراد المحل؟ باقي كام معاكي باقي ايه؟ انا ما خدتش حاجه اصلا. اصلا؟ فين البوليس؟ والله لا اقفل المحل اللي بتسرق فيه ده اكتر ما ببيع. ايه بقى العمل دلوقتي؟ واضح كده إن اللي عمل كده حد قريب ليكوا. اللي دخل عادي لأن مفيش أي كسر في المحل، ومفيش حد معاه المفتاح غيركم انتوا. انا ماليش ولا قرايب ولا صحابي هنا، مفيش غير بنتين اتعرفت عليهم من قريب شغالين في المحل اللي قصادنا. ودول ايه علاقتك بيهم؟ عادي، عادي ازاي؟ بنخرج زي اي صحاب مع بعض، هما بس امبارح طلبوا ان هما يسهروا عندي في البيت. طيب ومفاتيح؟ المفاتيح عند الباب، فيهم بنت طلبت تنزل ورجعت. احتمال كبير تكون هي خدت المفتاح يا فندم ورجعته انا تاني. هروح في 60 داهية. اللي اتسرق ده مش مبلغ قليل، دي فلوس مورد بتاعت بضاعة السنة كلها. اكيد هما التلاتة اللي مطبخينها سوا وقلبوا على بعض، ودلوقتي كل واحدة فيهم بتحاول تلبس التانية. ده انت ربنا مش هيسيبك ابدا يا عم نبيل، انا غلطانه ان رجعت اشتغلت معاك تاني. ايه بقى، هتقولي اللي حصل ولا هتتعبينا معاكي؟ من مصلحتك انا بلاش لف انا ماليش ودوران. دعوه باي حاجه، سالي هي اللي عملت كل حاجه. انا بس كنت مجرد اني بخرج معاها، مش اكتر. سالي خططت اننا نقرب من ياسمينة ونخليها تحبنا، وفعلا هو ده اللي حصل. امبارح فعلا طلبنا من ياسمينة ان احنا نسهر عندها في البيت، وسالي كانت مرتبة كل حاجة، انها تتحجج بأي حجة علشان تنزل. وساعتها خدت المفتاح بتاع المحل وخبته في هدومها، وراحت سرقت الفلوس كلها، ورجعت تاني على بيت ياسمينة عشان تحط المفتاح مكانه. يعني ياسمينة مش هي اللي متفقة معاكوا؟ لا، ياسمينة ما تعرفش اي حاجة، كل اللي حصل انا قلته لكم. ايه بقى يا سالي، صاحبتك اعترفت دي بكل كدابة، حاجة. طول عمرها بتغير مني. انا مظلومة. طب وحارس العمارة اللي قال انه شايفك بالليل، هو كمان غيران منك؟ طب وشنطة الفلوس والجوانتي اللي لقيناهم عندك؟ انا طمعت، بس ندمت بعدها صدقيني، وكنت ناوية ارجعهم تاني. معلش بقى يا حبيبتي، بكملي ندمك في السجن. ايوه يا حاج طلعت. مزورة ازاي؟ يا بنت اللعيبة، لبستنا العمة كلنا. ايوه، انا اللي عملت كل ده. عم نبيل كان فاكر نفسه ضحك عليا بالملاليم اللي زودها لي، اما بقى سالي وصاحبتها فدول كانوا فاكرين نفسهم اذكى مني. من امتى يعني هما بيطقوني؟ طمعهم كانت فرصه وجات لي لحد عندي. واول ما طلبوا ان هما يسهروا معايا في البيت، عرفت ان هو ده اليوم اللي هينفذوا فيه خطتهم. بدلت الفلوس قبل ما امشي من المحل، وحطيت لهم المفتاح قدامهم في البيت. انا مش حراميه يا بسبوسه، انا بس حبيت ادي كل واحد جزاؤه بطريقتي. مش هسيبها، والله ما هسيبها.